عمرك فكرت لما بيجي كاستمر يطلب مننا شغل بنتستنج الموضوع بيمشي ازاي ومين اللي بيحدد السكوب بتاع التستنج وبنعمل ايه وبنسلمه ازاي؟ خليني اقول لك في الفيديو ده التفاصيل اللي احنا بنمشي بيها لغايه لما الكاستمر يبتدي يدينا المشروع لغايه لما بنسلمه له. ويلا بينا. السلام عليكم. في الدرس ده هنتكلم بطريقه خلاص بقى عمليه، لان احنا خلاص دخلنا في الكور بتاع الكورس بتاعنا بتاع الابلكيشن سكيورتي. هنتكلم بقى ايه اللي المفروض نعمله قبل ما نبتدي نعمل تيستنج. في الجزء ده هنتكلم فيه عن مبدئيات التستنج، ايه اللي بنعمله قبل ما نشتغل، ايه كل الحاجات دي كلها. خليني اقول لكم ان احنا لما بيجي لنا كاستمر لاول مره، انا شغال دلوقتي في شركه بتاعه سكيورتي، فجالي كاستمر. الكاستمر ده خلينا نقول ان هو بنك كاستمر، او خلينا نقول ان هو ستارت اب عنده ابلكيشن مثلا بتاع، خلينا نقول معاملات بنكيه مثلا، او خلينا نقول ديجيتال وولت مثلا. حلو كده. طيب. اول حاجه تيم السكيورتي المفروض ان في البنك بيسال الكاستمر ده عن السكيورتي سكوب او التستنج سكوب. التستنج سكوب ايه نوع التستنج سكوب اللي هو عايز يعمله؟ يعني ايه الحاجات اللي هو المفروض يعمل لها تيستنج وهو شغال؟ هيتست على الابلكيشن كله، هيتست على ابلكيشن جزء من الابلكيشن، هيتست على فانكشنز معينه. المفروض ان هو يحدد ايه الجزء من الابلكيشن اللي هيتست عليه. الحته اللي احنا بنعملها دي اسمها كيك اوف ميتنج. كيك اوف ميتنج. الكيك اوف ميتنج ده انت بتعرف منه من الكاستمر كل المتطلبات اللي هو محتاج يبقى يعني ناخدها منه قبل ما نيجي نعمل تيستنج. بتعمل معاه حاجه اسمها الكيك اوف ميتنج. في الكيك اوف ميتنج ده بتحدد معاه كذا حاجه. السكوب اوف تيستنج بتحدد معاه الديوريشن بتاع التيستنج، التيست ده هياخد كام يوم منك شغل، ماشي، او خلينا نقول التايم لاين. اوكي. وبتحدد معاه نوع التيستنج نفسه. طيب، تقول لي يعني هقول لك هنا مثلا انا عندي الابلكيشن ده اللي هو الديجيتال وولت ده، عندي مثلا منه نسخه اندرويد واي او اس، فانا المفروض ان انا تيست التو ابلكيشنز. حلو كده. طيب، حلو قوي وجميل وزي الفل. طيب، ايه التاني اللي انا المفروض ان انا اعمله؟ ان انا اجي اقول له انا عايز ديمو للابلكيشن ده عشان اعرف الابلكيشن ده بيعمل ايه. فكره انك تبدا عشوائيا من غير ما تكون عارف الابلكيشن ده شغال ازاي او بيعمل ايه، دي حاجه هتخسرك، هتخليك تحط استيميشنز غلط، ودي حاجه اتعلمها ليك وللمستقبل. لما تيجي تعمل تيستنج ما تحطش استيميشن من غير ما تشوف الابلكيشن عامل ازاي. ممكن يجي يقول لك ده ابلكيشن صغير وتلاقي الابلكيشن ده مثلا 900 صفحه و900 فانكشن، فليه تحط نفسك تحت ستريس ان انت تبقى مضغوط في الوقت؟ لازم تعمل استيميشن كويس. حلو كده. فانت المفروض تعرف ايه الديمو بتاع الابلكيشن. ومفروض تسال برضه على حاجه اسمها اليوزر ماتريكس. ايه هي اليوزر ماتريكس؟ ان انت تعرف الابلكيشن ده فيه كام رول. يعني هل في مدير، في مستخدم عادي، في مدقق مثلا حسابات، في فئات من الحسابات ولا لا. لازم تبقى عارف بشكل عام ايه فئات الحسابات اللي موجوده في الايه، في الابلكيشن ده. يعني انت تعرف من السكوب الابلكيشن شغال ازاي، نوع الابلكيشن تيستنج عامل ازاي، وبتعرف منه اليوزر ماتريكس. ثانيا، بعد ما بتعرف اليوزر ماتريكس دي بتحدد بعديها التايم لاين بتاعك. بتقول انا هكونسيوم من التستنج بتاعي ده، هناخد منه نقول مثلا 5 اندرويد، 5 ايام للاندرويد و5 ايام للاي او اس ابلكيشن، وهناخد يومين للريبورتنج. حلو كده. فانت كده قلت له ان انت هتاخد 12 يوم كاملين في التست. دي حاجه عاديه جدا، يعني انت المفروض بتقول بس الاستيميشن دي للكاستمر عشان الكاستمر يبقى عارف. فبتسال الكاستمر ساعتها نوع التستنج اللي انت عايزه ايه. التستنج ده هيبقى وايت بوكس ولا هيبقى بلاك بوكس ولا هيبقى جري بوكس؟ خليني اقول لك الفرق بينهم عامل ازاي. لو جينا هنا كده تعالى نعمل بس ايه تريسنج كده، ان خلينا نقول ان احنا عندنا الوايت بوكس. هو النوع من التستنج اللي احنا بنعمله اللي بيبقى البنتستر فيه عنده السورس كود بتاع الابلكيشن، عارف الداتابيس شغاله ازاي، عنده صلاحيات على اكسس زي الديفلوبر وزي الادمنستريتور، معاه كل الصلاحيات على الابلكيشن. فساعتها بيعمل كود ريفيو وبيبص من الجزء الديناميك على الابلكيشن شغال ازاي. وده بنسميه الوايت بوكس تيستنج. حلو كده. في عندنا نوع تاني بنسميه الجراي بوكس تيستنج. في الجراي بوكس تيستنج بيبقى معاك شويه معلومات، زي عندك مستخدم عادي، عارف الاركتكشر بتاعت الابلكيشن شغاله ازاي، عارف الاند بوينتس والاي بي اي معاك، فانت عارف مداخل الابلكيشن نفسها عامله ازاي. الهدف منه ان انت تبقى شايف الابلكيشن بنظره
موسعه شويه، اقل طبعا من الوايت بوكس تيستنج، بس عندك نظره موسعه فانت فاهم الابلكيشن شغال ازاي. آه، واحيانا بيبقى معاك صلاحيه اعلى من الصلاحيه اللي معاك، بس مش ادمنستريتور، بس عشان تبتدي تست الابلكيشن نفسه وتشوف عامل ازاي. في عندك البلاك بوكس. البلاك بوكس انت معكش اي حاجه خالص عن الابلكيشن، انت معاك اللينك بتاع الابلكيشن وبيقول لك ابتدي اعمل تيست زيك زي اي اتاكر في الدنيا من غير اي حاجه مختلفه انت المفروض تعرفها. انت بقى بتبتدي تجمع معلومات عن الويب سايت، عن الدومين، عن السكوب بتاعك، انت اللي بتعمل كل حاجه من A to Z زيك زي اي اتاكر من بره. انت بتسيميوليت او بتحاكي فكره الاتاكر اللي جاي من بره جاي تيست الابلكيشن ده. تمام. فهو ما بيدكش في البلاك بوكس اي حاجه، في البلاك بوكس ما بيدكش اي حاجه عن الابلكيشن. هو بيديك ممكن يديك اليو ار ال بلاك بوكس، يديك اليو ار ال بتاع الابلكيشن او الباكجز، يقول لك حملهم مثلا من اندرويد ستور، من اندرويد مثلا من جوجل بلاي، او حملهم مثلا من ابل ستور. حلو كده. وانت مع نفسك بقى فتيجي تقول له مثلا طب انا عندي كنترولز محطوطه على الابلكيشن، يقول لك لا انا ماليش دعوه، انت المفروض تجرب تباي باس كل حاجه من اي تو زد. تمام. انت بتحدد الكاستمر احيانا هو اللي بيحدد التستنج ده، او في الديسكاس بينك وبينه بتقول له هنختار نوع التستنج هيبقى عامل ازاي. في كذا حاله طبعا انت بتختار، بتقول له مثلا او الكاستمر بيختار بناء على التست اللي هو عايزه، التايم لاين بتاعه عامل ازاي، هتست بقد ايه، وهكذا. تمام. طيب فهمنا الجزء ده، فهمنا ان احنا بنتكلم في الكلام ده وبنبتدي نسلم الابلكيشن عامل ازاي. الكلام ده بيشتغل في البنتريشن تيستنج بس، في الباك باونتي لا. في الباك باونتي يعني عندك الموضوع مختلف خالص خالص خالص. في الباك باونتي هنا انت عندك باك باونتي، انت عندك الموضوع ابسط من كده بشويه. في عندك ابلكيشن، الراجل ده راح لبلاتفورم مثلا زي هاكر وان كده، راح لهاكر وان وراح قال لهم يا شباب الخير انا عايز اعمل بروجرام عندكم. قالوا له البروجرام ده ايه السكوب بتاعه، طبعا حددوا السكوب بتاع الابلكيشن. حلو. وحددوا لو الابلكيشن ده بيدفع فلوس بيحددوا الريوردز او المكافآت، هو بيدي مكافآت على حساب ايه. حلو كده. طيب فده جزء بسيط جدا ان ايه ان ده بيحصل. طبعا في ريورد هنا يعني قبليها بيبقى في ترياج او في ان هو حد بيتشيك الايه، بيتشيك الايشوز اللي انت مقدمها سواء مقبوله او لا. تمام. يعني هو بيقول لك يتحدد عليها ان هي بتاخد فلوس ولا لا. طبعا بيبقى عندهم ورك فريم. يعني لو جيت مثلا على الابلكيشن على هاكر وان مثلا، وجينا نبص مثلا على إيه سوني، تعال نجيب اي بروجرام من البروجرامز اللي معروفه، مثلا بيبال. اوكي. بيبال او اوبر، يعني برضو اوبر معروف شويه. ماشي. ماشي بيبال مش او شوبيفاي. هو كلهم بقى محتاجين ان انت شوبيفاي. اوكي تعال ندور على النت عشان انا عارف ان هو شوبيفاي. اوكي. لو جيت كده على شوبيفاي هيجي يقول لك ان احنا عندنا الاستيميشن بتاع البروجكت ده. البروجكت ده بادئ بقاله قد ايه؟ البروجكت ده بادئ من ابريل 2015، مش منتهي يعني لسه عقدهم متجدد. وكاتبين هنا الريوردز هم بيدفعوا كام لو السعره دي ضعيفه، بيدفعوا من 500 ل 1000 دولار، لو ميديم من 1000 ل 10000، ومن هاي ل 10000 ل 50000 وهكذا. طبعا بيبقوا كاتبين توتال الباونس دفعت دافعين 7 مليون دولار و980 الف دولار، 7 مليون 980 الف يعني. وعدد البجز اللي اتصلحت 2299 بج. اخر بج اتصلحت من 4 ايام. بيبقى حاطط لك بقى كل الكلام ده. لو جيت بصيت هنا هتلاقي عندك السكوب بتاع التستنج بتاعك، وكاتبين لك هنا في السكوب يور شوب دوت ماي شوبيفاي، ده الكور بتاعنا. استريك دوت ماي شوبيفاي ده، استريك دي معناها وايلد كارد، يعني اي سب دومين موجود بعد ماي شوبيفاي فهو بتاعنا في السكوب بتاعنا. بس هو حاطط لك هنا خلي بالك، بيقول لك انه ما يكونش الستور بتاعك، يعني ما تجيش على الستور بتاعك وتحط فيه اكس اس وتحط فيه فولنربيلتي تيجي يقول لك ان دي ايشو. كاتبين لك ان شوبيفاي بلس ده في السكوب، شوبيفاي بلس. وفي عندك الموبايل ابلكيشن بتاعتهم. حلو. وده اللينك بتاعهم، هو مش حاطط لك الاي بي كي او مش حاطط لك الاب، هو حاطط لك بشكل عام الايه الابلكيشن اللي هيقول لك حمله انت، يعني حمله انت مع نفسك. اوكي. طيب وحاطط لك الدومينز بتاعت البارتنرز، حاطط لك كل الكلام ده. في بروجرامز تاني في البروجرام هتلاقي مكتوب الليجابل او ان هي
اليجيبل مثلا ان هم بيدفعوا باونتس، بيدفعوا فلوس. هنا بيقول لك لا ما بيدفعوش. يعني بيقول لك لو جبت في اي حاجه ثيرد بارتي ستور، متجر تاني ملوش علاقه بسبوتيفاي، بيقول لك ان احنا ما بندفعش بس تسديا من البج. حلو. فبيقول لك مثلا لو جبت في اي حاجه لها علاقه بالكود بتاع سبوتيفاي، الابلكيشنز اللي محطوطه كده هنا، اللي هو لو دخلت على جيت هاب كده عملت كده، ماشي. فبيقول لك احنا عندنا مثلا 1000 ريبو. فبيقول لك ان كل دولت في السكوب بتاعنا، وتقريبا بيدفعوا عليهم. تقريبا بيدفعوا عليهم اه. فين. اه جيت هاب كانت هنا. اه جيت هاب بيقول لك ان اي حاجه هنا بتدفع عليها في السكوب ايه. يعني ده كان سورس كود. فبيقول لك برضو ان لو عندك حاجه على شوبيفاي كلاود دوت كوم، وايلد كارد بتتقبل. وطبعا هتبين لك يعني زي ريشيو كده، بيجي يقول لك في الاخر في كام بج اتقدمت هنا، في كام بج ما اتقدمتش، وهكذا. يعني بيقول لك مثلا ان لايف شات دوت شوبيفاي ده مش عندنا، فاوت اوف سكوب ما تقدمش حاجه فيه. تمام. وما بيدفعش عليه باونتز. تمام. فخليك عارف ان انت ليك سكوب معين سواء في البن تيستنج او في الباك باونتي لازم تلتزم بيه. الا لو هو حاطط لك وايلد كارد يقول لك دغدغ في اي حاجه بقى، يعني مالكش اي حاجه، مالكش مشكله. يعني لو جيت مثلا هنا في الدايركتوري، وهتلاقي في حاجات مكتوب عليها وايلد كارد هنا كده. تعال نجيب دوك ساين اظن. تعال نشوف السكوب بتاعه. لا هو دوك ساين مش وايلد كارد بالطريقه اللي احنا بندور عليها. خلينا نشوف هاب سبوت. هاب سبوت اظن عندهم وايلد كارد. اوكي. مثلا هنا اهو هاب سبوت بيج بيلدر دوت اي يو. اي حاجه مثلا جيمز دوت هاب سبوت بيج بيلدر دوت اي يو معاهم، اي ويب سايت معاهم طالما جوه الدومين، جوه الاطار بتاع الدومين ده. فخليك عارف ان انت ملتزم بالسكوب، عشان هو ده مثلا. خلينا نجيب الليجابل فور باونتي اللي بيدفع عليه. ممكن تسيبك من اللي ما بيدفعش عليه لو انت مش عايز تجيب حاجات ايه ما بيدفعش عليها بشكل عام. في بروجرام مستني يبقى في حاجه اسمها كولابريتورز، اللي هم ناس اشتغلوا مع بعض عشان يجيبوا باجز واحده. دي حاجه هنتكلم فيها قدام يعني. طبعا في حاجات بقى بيقول لك هاي ريسبونسبيلتي ريسبونسيف افيشنسي، ان هو بيرد باقصى سرعه. في ان هو مضارب بصوت التيم بتاع هاكر 1 بيدفع باونتيز اكتف بروجرام. وهكذا. انت ممكن تختار بقى نوع البروجرام اللي انت عايز تست عليه. لو البروجرام ده دومين مثلا، او بيقدم اي او اس ابلكيشن، تيست فلاي ابلكيشن، او على اي او اس، يعني هيديك الاي بي اي. كل الليله دي انت المفروض ايه تكون فاهمها. الفكره كلها ان احنا واحنا بنتست لازم تكون عارف السكوب بتاعك عامل ازاي، التستنج ده عامل ازاي، عشان ما تعملش حاجه بره اطار التستنج فتلاقي نفسك ان، يعني انت لو في بن تيستنج وحاطط لك سكوب قال لك الاندرويد والاي او اس وطلعت بره سكوب التستنج، ده حاجه غلط تماما ما تعملهاش. لو انت بتست في ويب ابلكيشن في باك باونتي، احيانا بيرفعوا على الناس قواضي، بتكلم بجد. اللي هو انت التست يعني حتى لو تجاوزت في التست، هو بيبقى حاطط لك ليميتيشنز. يعني اظن فرايزون ميديا مثلا. فرايزون فرايزون اتمنى ان انا اكون فرايزون. اوكي. فرايزون وايرلس. لو جيت على فرايزون حطيت لك هم عندهم بروجرام تاني جوه هاكر وان، يعني على ما اظن. تمام. او تعال نكتب ياهو. ياهو مثلا. ياهو جبان ماشي. خلينا نجيب بروجرام من البروجرامز. هو بيجي يقول لك خلي بالك ان ده السكوب بتاعنا، لو طلعت بره السكوب اي بج مش تبقى مقبوله، وممكن يبقى فيها ليجل اكشن. يعني مثلا هيجي يقول لك هنا في السكوب في حاجات اوت اوف سكوب، ودي معروفه في اي تيستنج في الدنيا، زي دي دوس اتاك، السوشيال انجينيرنج. يعني ما تتصلش بالموظف تروح تقول له ابعت لي اللينك بتاع مش عارف ايه، فالموظف يضحك عليه فتلاقي نفسك جايب بج، ده ما مش مقبول اصلا. السوشيال انجينيرنج. او الفيشنج، ما تبعتش للموظفين ايميلات فيشنج. من الاخر ما تتعاملش مع الموظفين بشكل دايركت. هو بيبقى حاطط لك الايجابيليتي ريكويرمنت، بيقول لك ان انت لازم يكون عندك اكتر من 16 سنه، ما تكونش كنت موظف قبل كده في الشركه، الحاجات دي كلها، عشان في حاجات كتيره مش محطوطه في السكوب. يعني كاتب لك مثلا في السكوب هنا ان انت عندك لاين بتاع المكالمات اللي هو التليفونيه زي وي شات والحاجات دي كلها، اي حاجه دوت لاين في السكوب. حلو. هتلاقي كاتبين لك التستنج اكونت ان انت ممكن تسبميت هنا وتاخد تيست اكونت. فبيقول لك يا سيدي الاوت اوف سكوب اي فولنربيلتي عملت لها ديتكشن باوتوماتيك سكانر، جبتها بتول اوتوماتيك مش مقبوله.
اي حاجه ليها علاقه بالديدوس اتاكينج والفلود، ان انت ممكن تديناين السيرفيس بتاعت الويب سايت، ملوش اي فايده بالنسبه لهم. الكاش بويزنينج والديناين اوف سيرفيس مش موجوده. ان انت تسبام الموظفين او تسبام اليوزرز الموجودين ملهاش اي مشكله، ما تقدمهاش يعني، او حاجات بره السكوب. فطبعا بيقول لك ان في شويه حاجات كده خلي بالك لازم تكون حاططها جوه السكوب بتاعك، وما تلعبش عليها، لان هي غلط تماما ان انت تشتغل عليها. تمام. طبعا انت لازم تراجع الاوت اوف سكوب عشان والان سكوب قبل ما تيجي تعمل تيستنج، عشان ما تلاقي نفس يعني ممكن تبقى كيكد من البروجرام، ممكن يتبعت لك ميل كده يقول لك انت خرجت بره سكوب البروجرام، وانت بقيت كيكد دلوقتي، انت بره البروجرام. فما تعملش حاجه زي دي، عشان يعني هي مش ناقصه، فاهم؟ طيب. ده بالنسبه للبروجرامز. في بروجرامز بيقول لك ان هي مانجد باي هاكر 1، التيم اللي بيرد عليك في الثغرات هو تيم هاكر 1. في بروجرامز تانية بتبقى مانجد باي كلاينت، او الكلاينت هو اللي بيديرها بنفسه. هو في اتفاقهم مع هاكر 1 بيقول لك ان احنا عايز التيم بتاعنا هو اللي يدير البجز، ولا التيم بتاع شركتك اللي يدير. طبعا على حسب الكونتراكت هم اللي بيبقى متفقين على الموضوع يعني. طبعا بيبقى عندك السكوب بتاعك وتبتدي تعمل تيستنج. الكلام ده بيحصل سواء في لو انت في بن تيستنج عادي، سواء في باج باونتي لازم يبقى فيه سكوب، وفي لازم يبقى فيه سكوب، وفي ايه الحاجات اللي جوه السكوب والحاجات اللي بره السكوب لازم تكون متفق عليها. الفكره ان البن تيستنج والفرق بينه وبين الباج باونتي ان في البن تيستنج انت ليك سكوب معين ملتزم بيه بتايم لاين معين. في الباج باونتي ممكن يبقى عندك بروجرام زي ده مثلا، البروجرام ده بدأ في نوفمبر 2019، احنا بنتكلم في 2025 وما انتهاش. فده الفرق بين التستنج او البن تيستنج بشكل عام والفرق بين الباج باونتي. الدرس ده خفيف لطيف كده، ان انت ممكن تبقى فاهم الموضوع بشكل عام. ان شاء الله في الدروس الجايه بقى نبتدي نتكلم ان ديب تكنيكال، ونبتدي نتكلم في الثغرات والحاجات الجميله اللي احنا كلنا مستنيينها. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.